بص الفطير وجماله، طعمه يجنن ولا ريحته قلبت الدنيا. شايفين عامل ازاي مورق وجاي يجنن. يلا مع بعض بقى نشوف الطريقة عاملة ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. النهاردة جايلكم فيديو جديد وفيديو حلو جدا جدا. بقالي كتير قوي غايبة عن القناة، حاسة ان انتوا وحشتوني، وحشني الكلام معاكم. احكي لكم انا ليه كنت غايبة بقالي فترة كده عن القناة، بس نشوف بس الأول الطريقة معانا. اول حاجه انا معايا هنا كيلو من الدقيق، تمام. عليه معلقتين من السكر ونص معلقه من صغيره من الملح، انا لسه هحطها. تمام. ومعايا هنا 3 كوبايات، كيلو الدقيق بياخد 3 كوبايات الا ربع ميه. طبعا على حسب نوع الدقيق بتاعك يعني. ممكن دقيق ياخد كوبايتين ونص، ممكن دي ياخد 3 الا ربع، ممكن دي ياخد 3 كوبايات ميه. وانا فعلا الدقيق، نوع الدقيق بتاعي خد 3 كوبايات ميه على كيلو دقيق. بس اهم حاجه الميه تبقى دافيه، تمام، زي دمعة العين كده. وهتقعدي بقى تعجني لتي واعجني بقى زي ما انت عايزة. طلعي همك من العيال ومن كل حاجة في العجين ده. اقعدي بقى اعجني كده على قد ما تقدري يعني، ما تزهقيش ولا تملي. عايزة اقول لكم ان انا كده قفلت الكاميرا وخدته كده على الطبق على الارض بقى، وقعدت اعجن بقى. كل بقى ما العيال يزهقوني اقعد اعجن في العجين زيادة. بصوا هنا انا لميت العجين شويه، جبت معلقتين من الزيت عشان يتلم معايا ويبقى ايه، العجين طري. العجين بتاع الفطير بيبقى مش ماسك قوي، لا بيبقى سايل شويه معايا زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هوريهولكوا دلوقتي برضو بعد ما حطيت الزيت قعدت كده الم بقى اللي في طبق العجين كده. لو انت عندك عجان هتستخدميه. تمام، على فكرة انا عندي عجان، يعني عندي مضرب كريمة في سلاح العجان، بس انا حبيت المرة دي اعمله معاكي عشان انتوا لو على ايدي كده يعني. عشان انت لو ما عندكيش عجان ما تقفيش على العجان. تمام، مفيش حاجة بتوقفنا يعني. وعلى فكرة والله ما خدش مني وقت يعني. اتلم معايا بسرعة الحمد لله، لان هو كيلو دقيق مش كمية كبيرة قوي يعني. انا كده بعد الغدا مش عارفين هنتعشى ايه، فانا قلت يلا اعمل لهم بقى فطرتين كده يتعشوا بيهم. اهو منه تغيير، ومنه اعملها لهم في البيت تبقى برضو بنضيفة. حاجة البيت برضو بتبقى مختلفة. هنا بعد ما خلاص كده زي ما انتوا شايفين ناعمة خالص معايا العجينة. دهنت البولة بتاعتي زيت وحطيت العجينة وحطيت على وشها برضو زيت. واغطيها باي كيس بقى شفاف عندك وسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. تمام. هنا بقى ده بعد النص ساعة بعد ما العجينة بتاعتي ارتاحت، طبعا هي مش بتخمر لان ما فيهاش خميرة، بس بترتاح عشان تعرفي ان انتي تقرصيها براحتك. وبجيب كده طبق فيه زيت جنبي كده وبدهن ايدي زيت، وبقى زي ما انتوا شايفين كده. اول واحدة بعملها كبيرة شوية قد كف ايدي. بعد كده بمسك العجينة وبكور كور صغيرة. عارفين كأنكم بتعملوا طعمية كده. والكواري كور صغيرة. طبعا الصينية اللي انا حاطة فيها دي برضو دهنها زيت، تمام، عشان العجين بتاعي ما يلزقش فيها. وزي ما انتوا شايفين بصوا بايدي بضغط كده، والايد التانية ايه، بطلع منها الكورة. وهعمل بقى كله بنفس الطريقة دي. الفطير انا هعمل فطيرة كبيرة وفطيرة صغيرة. الفطيرة الكبيرة بتاخد 22 راق، تمام. الفطيرة الوسط بتاخد 15 راق من الفطير. الفطيرة الصغيرة بتاخد حوالي 10 رقات من الفطير. فأنا هعمل واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. يعني دي هتاخد 22 راق والصغيرة هتاخد 10 رقات. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما قرصت كده الفطير كله بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هسيبه يرتاح. اهي دي الكبيرة ودي ايه الصغيرة، دول 10 هم. لو تلاحظوا واحدة فيهم بس اللي بعملها يعني بقرصها كبيرة شوية، عشان دي هتبقى أول واحدة معايا من تحت. هسيبه برضو يرتاح حوالي ربع ساعة كده وارجع لكم تاني. بس لازم تحطي على وشه زيت وتغطيه برضو بكيس كده بلاستيك عندك شفاف. تمام. نيجي هنا بعد ربع ساعة بعد ما ارتاح معانا، لازم يرتاح عشان تعرفي تفرديه. معايا هنا زبدة بقى، سمنة بلدي، سمنة يعني اللي هي المعلبة دي النباتي، اللي متوفر عندك. انا بصراحة كان عندي سمنة نباتي وحطيت عليها شوية من الزيت، بس ما تكتريش الزيت، تمام. وسيحتهم كده على النار او في الميكرويف. وجبت بقى هنا ايه اول كده رق معايا اللي هو الكبير ده، وفردته كده. طبعا حطيت زيت على الرخامة، والرخامة نضيفة مفيهاش اي حاجة. وقعدت افرد بقى كل افردي راق وحطيه. ما يهمكيش ان هو بيتقطع او بيبقى فيه خرام، عادي جدا مش هيبان معاكي اصلا في الفطير خالص.
وزي ما انتوا شايفين كده باحط كده يعني القرصة بتاعتي كده يعتبر في السمنة كده، وباطلّعها وباقعد بقى إيه أفرد كده بقى، افردي على قد ما تقدري، تمام، وخلّيه إيه اللي هي رقيقة كده معاكِ، وتتقطّع منِّك ما فيش مشكلة زي ما قُلت لكم مش هتبان معاكِ خالص. أحكي لكم بقى أنا كنت غايبة ليه. إحنا جينا من حوالي شهر كده فجأة زوجي تعب ودخل المستشفى وعمل عملية، قعد في المستشفى حوالي تقريبًا 16 أو 17 يوم. فأنا كنت كل الفترة دي طبعًا ما باصورش فيديوهات خالص، وكان الموضوع صعب جدًا، كانت عملية كبيرة شوية، الحمد لله هو دلوقتي بقى كويس، فعشان كده أنا كنت غايبة عن القناة خالص يعني. بس رجعت لكم تاني بقى، أتمنى إن انتوا تشجعوني وتحطوا لايك وتكتبوا كومنتات كده جميلة زيكم كده عشان خاطر ايه أتشجع بيكم كده وأعمل لكم فيديوهات كتير. ربنا يا رب يشفي كل مريض لأن بجد المستشفيات مليانة والتعب بيجي فجأة. جوزي كان كويس جدا، فجأة تعب وفجأة اتحجز، رحنا نكشف عادي قالوا لا انت لازم تتحجز، وبعد كده عمل عملية. بيبقى المرض ده بجد بيجي فجأة. ربنا يا رب يشفي كل مريض ويهونها على الناس كلها، وما يجيب لناش ولا انتوا ولا احنا أي حاجة وحشة يا رب. بس فعشان كده الفترة اللي فاتت كنت غايبة عن القناة خالص، أنا بقى لي حوالي 3 شهور. قبليها برضه بصراحة أنا كنت إيه، مكسلة شوية لإن أنتم يعني الكومنتات بتبقى قليلة أوي، اللايكات ما بتشجعونيش كده. بعد كده بصراحة جه بقى موضوع تعب زوجي ده بقى لنا شهر أهو، فالحمد لله طبعًا على كل حال، هو الحمد لله دلوقتي بقى كويس يعني. بس عشان كده كنت غايبة على القناة. نرجع بقى للفطيرة بتاعتنا. بصوا انا كده خلاص قربت اخلص بقى الايه رقات الفطير بتاعتي. زي ما قلت لكم الصينية الكبيرة دي انت لو ملاحظينها بتاخد 22 رق، تمام. الوسط زي ما قلت لكم 15، الصغيرة 10. وافردي على قد ما تقدري. زي ما انتوا شايفين كده بيتفتح مني وبتقطع عادي، مش هيبان اصلا، عادي جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا بقى بلمه كده ايه من الجناب على قد ما بقدر، زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبه يرتاح تاني. اهم حاجة تريحي العجينة معاكي عشان تبقى ايه طالعة كده حلو ومورق معاكي، وفي نفس الوقت يتفرد معاكي بكل سهولة. بس كده بقى انا هسيبها كده على جنب عقبال ما اعمل الفطيرة التانية تكون دي ارتاحت. بنفس هي الطريقة، بحطها في السمنة كده القرصة وبفردها في الصينية زي ما انتوا شايفين الصينية صغيرة ازاي غير التانية، واقعد افرد بقى واحط ايه راق فوق راق فوق راق. عدي 10 رقات في الفطيرة الصغيرة. عايزة اقول لكم والله العظيم كان طعمه حلو قوي، وفي نفس الوقت ريحة كده، ريحته كده وهو في الفرن كده جميل، وحاجة بيتي انتي عاملاها لولادك بايدك، ضامنة نظافتها وضامنة جودتها عاملة ازاي. وطبعا الفطير دلوقتي بقى غالي، انا مش عارفة انتي تروحي تجيبي فطيرتين دلوقتي، يعني الفطيرة الكبيرة دي بالبره ب30 وفي مكان بتباعها ب35 والصغيرة ب15 جنيه. فانا ما كلفتنيش ده كله، عملتها في البيت وحاجة نظيفة. بصوا كده بعد ما عملت الفطيرة التانية دي ارتاحت اهي معايا. جبت هنا بقية السمنة بقى اللي معايا، ودي قشطة. عايزة اقول لكم انا القشطة دي احنا لما بنيجي نشرب اللبن ما بنحبش الوش بتاعه فبنصفيه، انا بقى بصفيها ومش برميه. بجيب طبولة كده بلاستيك زي اللي انتوا شايفينها بغطا دي، وبحط فيها القشطة على بعضها وبحطها في الفريزر. وزي ما انتوا شايفين قبل ما اجي استخدمها بربع ساعة طلعتها من الفريزر وكانت معايا زي الفل، وحطيتها على السمنة وبقت قشطة. يعني استفدنا من وش اللبن مرمناهوش، لان في ناس كتير ما بتحبوش، احنا ما بنحبوش خالص. يعني لازم اصفي اللبن لجوزي وولادي عشان يشربوه، غير كده ما بيشربوهوش. بس كده انا زي ما انتوا شايفين فردت كده السمنة والقشطة على الوش، ونيجي بقى للتسوية بتاعتها. بصوا بقى اهم حاجة في التسوية ان انتوا تشغلوا الفرن قبليها. يعني وانا شغالة كده شغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية، ومبنحطش الصينية بتاعتنا على الصاج، لا احنا بنحطها على يعني الشبكة بتحطيها فوق الصاج على طول، فاهميني؟ يعني بتحطي رف الشبكة كده فوق رف الصاج على طول، وما بياخدش وقت معاكي خالص على فكرة في الفرن، حوالي ربع ساعة، وبعد كده بتطلعيه تحت الشواية وهو بيتنفخ كده معاكي كده لما بيستوي من تحت، ويتنفخ كده معاكي ويبقى شكله فظيع وريحته ايه قلب الدنيا، وتحطيه تحت الشواية وبس كده.
انا قلت لكم كده على طريقة التسوية. تمام، نيجي هنا بقى الفطيرة التانية بعد ما ارتاحت معايا، فردتها كده برضو بايدي زي ما انتوا شايفين، وهجيب برضو بقية السمنة على القشطة واحطها على وشها. طبعا انا حطيت الاتنين مع بعض في الفرن لان الفرن بتاعي كبير وهي الصينيتين مش كبار، يعني واحدة كبيرة واحدة صغيرة، فالفرن خده عادي. لكن لو انتي طبعا الصينيتين كبار هتعملي فطيرتين كبار، يعني بتخلصي واحدة بعد كده بتحطي التانية وبس كده. هدخلها هي كمان الفرن. وده شكلهم بقى بعد ما خرج من الفرن. اول لما خرجوا كده من الفرن حطيت على وشهم كده سمنة بالفرشة بتاعتي وحطيتهم في كيس وقفلت عليهم عشان يفضلوا كده طريين معايا. تمام، ما ينشفوش مني. وبعد ما بردوا كده شوية ده بقى شكلهم. عايزة اقول لكم ان هما كانوا طعمهم حلو قوي وريحتهم تجنن، وتعشينا بيهم. وكانت اكلة كده حلوة وعجبوا الولاد قوي وعجبوا زوجي قوي. الفطير ده بقى جنب عسل عليه طحينة كده، عسل اسود او عسل ابيض، وجنب جبن كده وقشطة. بصوا، بالاكلة دي في حتة تانية خالص. وممكن برضو تعمليه تفطروا بيه الصبح على حسب بقى ما انتوا بتحبوا. بصوا انا كده بقطعه معاكم كده. عايزة اوريكم هو مورق من جوه ازاي. شايفين؟ شايفين جماله؟ شايفين مورق من جوه ازاي؟ بصوا عسل، اعملوه على ضمانتي هيعجبكم بأمر الله. شايفين؟ يا عيني على الجمال. بص ابني مش صابر، بيمد ايده عشان ياكل وانا بصور من ريحته، عشان هما كمان ولادي بيحبوا الفطير قوي، عشان كده انا قلت اعمله لهم في البيت. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك كتير للفيديو، وتشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، وتشيروا الفيديو، وتكتبوا لي كده كومنت جميل منكم، عشان ده بيفرحني وبيشجعني جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.